كل واحد فينا عنده هدف، عنده حلم، عنده حاجه نفسه يوصل لها، حاجه نفسه في يوم من الايام انها تتحقق. في اللي نفسه انه يتعلم لغات ويلف العالم، في اللي نفسه يبني جسم رياضي ويبقى راجل بادي بيلدينج كده، في اللي نفسه يتطور في المجال بتاعه او في الوظيفه بتاعته او في المكان اللي هو شغال فيه، في اللي نفسه يتطور في مجال معين، الجرافيك ديزاين والبرمجه والشغل الجديد. خلينا نتفق ان كل واحد فينا عنده هدف، ولكن مين اللي بيبدا في تحقيق الهدف ده؟ يعني مين اللي بياخد خطوه نحو الهدف بتاعه علشان يوصل للهدف بتاعه؟ تقريبا مفيش، او في بنسبه قليله جدا، لان البدايه صعبه. طب ليه البدايه صعبه؟ ايه اللي بيخلي البدايه ان احنا نبدا في حاجه نفسنا توصل لنا او نبدا في حلم عايزين نحققه صعب؟ والله لما بحثت في الموضوع ده اكتشفت بصراحه اسباب كتيره جدا، يعني اكتشفت اكتر من سبب احنا ليه ما بنبداش وليه البدايه صعبه. ان شاء الله في الفيديو ده هيبقى مبسط جدا، وهنقول كام سبب ليه البدايه بتاعتنا صعبه وازاي نبدا صح وازاي نبدا ونستمر كمان. هنعرف ان شاء الله كل الحاجات دي في الفيديو ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو جديد مع كريم نوبي. اول سبب بيخلي البدايه صعبه او ان البدايه مستحيل انك تبدا كمان، ان الهدف بتاعك مش بيبقى واضح او بيبقى مغوش كده، اللي هو مش ظاهر اساسا. يعني انت محتاج انك تشيل التراب اللي على الهدف بتاعك. هنقول مثال، لو حضرتك عايز تتعلم لغه انجليزي، اي لغه انت عايز تتعلمها، انت جواك كده بتحس ان هو انا عايز اتعلم لغه بس. او انت مثلا لما تروح تقعد مع جماعه اصحابك بيتكلموا انجلش والجو ده، بتقول انا نفسك تتعلم لغه، ولكن بعد ما بتمشي من القعده دي انت بتنسى اساسا الهدف بتاعك، فده مش ظاهر او ده مش واضح. فانا عايز اقول لك انك تشيل التراب من الهدف بتاعك بانك تكتبه. اكتب الهدف بتاعك، اكتبه كتابه. والله العظيم الموضوع ده قد يبدو تافه، ولكن بمجرد انك بتكتب الهدف بتاعك او بتكتب الحاجه اللي نفسك تعملها، في احساس كده وفي حاجه بتدخل جواك بتحس ان ليها كيان كده، واللي هو لازم تعملها ولازم تبدا فيها. جربها، والله بتفرق جدا الحته دي. ثاني سبب، وده يعتبر اقوى سبب او اجمد سبب ليه الناس مش بتبدا او ليه انت مش بتبدا في انك تحقق هدفك او تطور من نفسك، هو انك خايف من الفشل، خايف انك تفشل، خايف من كلام الناس. كلام الناس ده حوار، هعمل فيديو ان شاء الله عليه الموضوع ده. بس احنا دايما بنحس ان احنا هنفشل وبنخاف اننا نبدا او مش بنبدا اساسا علشان خايفين اننا نفشل. بص يا صديقي، انا عايز اقول لك في البوينت دي ببساطه شديده جدا ان الفشل جزء من البروسيس، يعني الفشل جزء من العمليه بتاعت النجاح. يعني انت علشان تنجح لازم تفشل. انت لو خدت بالك ان اي حد ناجح لما بيحكي الروايه بتاعته او لما بيحكي القصه بتاعت النجاح بتاعه، تقريبا من اول القصه لحد اخرها كلها صعوبات وكلها فشل في فشل في فشل لحد ما ربنا بيكرمه وبينجح. اي شخص اكيد في البدايه بتاعته فشل، ولكن هو ما استسلمش وهو ما خافش من الفشل اساسا. بدا فشل، كمل واستمر، فشل، كمل واستمر لحد ما وصل. وعايز اقول لك ان الفشل بيزود البوزيشن بتاعك او بيعلي المكانه بتاعتك، بل بيطور منك. ازاي؟ انت لما تفشل، الفشل ده انت بتتعلم منه حاجه فبترجع اقوى. لما تفشل في حاجه ثاني انت بتتعلم من الحاجه دي فبترجع برضه اقوى. وبرضه عايز اقول لك انك لو ما بداتش فانت فشلت انك تبدا. يعني لو ما بداتش في الحاجه اللي انت نفسك تعملها او اللي انت نفسك توصل لها، انت فشلت اصلا. يعني انت اوريدي فاشل. انت دايما هتحس انك فاشل، انك مش عملت حاجه حلوه، انك مش حققت اللي انت عايزه، او انك مش بدات في اللي انت عايزه اساسا. فده يعتبر فشل برضه. لو على كلام الناس فانا عايز اقول لك ان الناس هتتكلم على اي حاجه وكل حاجه كمان. بدات انك تحقق حلمك هيتكلموا، ما بداتش هيتكلموا، قعدت هيتكلموا، وقفت هيتكلموا. الناس في كل الحالات بتتكلم. الناس ما عندهاش غير الكلام، والناس فاضيه انها تتكلم، فهتتكلم. فكك من الناس وابدا في تحقيق هدف او حلمك. خلاص يا كريم، انا عرفت هدفي وان شاء الله هبدا فيه من بكره. بوم، انت كده وقعت في وكسه كبيره جدا، وللاسف معظمنا واقعين في الوكسه دي، وكسه البروكراستينيشن او التسويف. ان احنا بنسوي، ان احنا كل يوم بنقول بكره، لما بيجي بكره بنقول بكره، لما بيجي بكره بنقول بكره، والبكره بتاعنا ده مش بيجي. المشكله انك لما بتوقع في الزون دي او لما بتوقع في المنطقه دي بتبقى صعبه انك تبدا او بتبقى صعبه انك تطلع من الزون دي، لان انت اتعودت انك كل يوم تقول بكره، كل يوم تقول بكره، ولما بيجي بكره ما بتعملش حاجه، وبرضه بيجي بكره ما بتعملش حاجه، وهكذا. طب انا اعمل ايه عشان اطلع من الزون دي؟ والله الحل بسيط جدا. الحل انك تبدا في الوقت اللي انت بتسمع فيه الفيديو ده. بعد ما تخلص الفيديو هات ورقه وقلم واكتب الهدف بتاعك وابدا في تحقيقه على طول. ما تقولش بكره. حتى لو بتسمعه بالليل، حتى لو بتسمعه قبل ما تنام، برضه قوم هات الورقه والقلم بتوعك واكتب الهدف بتاعك. زي ما قلت لك ان كتابه الهدف ده بيديك فيلينجز حلو جدا، بيديك شعور حلو. لا، ابدا دلوقتي، اشوح نفسك في الحاجه على طول وما تستناش بكره، لان بكره ده مش هيجي. ويوسفني اقول لك انك بعد سنه او بعد سنتين هتقول يا ريتني كنت بدات من امبارح او بدات من اليوم اللي انا قلت فيه هبدا. فانا عايز اقول لك بطل تسويف، بطل ان انت تقول بكره. لا خلاص، بكره هو النهارده انت تبدا النهارده في الحاجه اللي انت عايز تحققها. السبب الرابع في اننا ليه مش بنبدا نحقق اهدافنا هو الاوفر ثينكينج او التفكير الزياده. التفكير الزياده ده بيقتل جدا جدا. واسالني انا قعدت فتره كبيره جدا في الاوفر ثينكينج ده. ببساطه الاوفر ثينكينج ان انت بتفكر كتير، بتفكر كتير جدا، بتفكر في كل حاجه وبتفكر في اي حاجه. وغالبا الاوفر ثينكينج ده بيجي قبل النوم، قبل ما تنام. بتفكر في الماضي، بتفكر في الجراحات بتاعه الماضي، بتفكر في المستقبل وانك خايف من المستقبل ومش عارف تعمل ايه، وانك مرعوب كمان من المستقبل وخايف من بكره، نام واصحى بعد بكره. معظم الاوفر ثينكينج بيجي من انك خايف من المستقبل، بالذات في فتره الشباب اللي احنا موجودين فيها. طب ايه حل الاوفر ثينكينج ده اساسا؟ وانا ازاي اتخلصت من الاوفر ثينكينج؟ الموضوع انك تشتغل على نفسك، او انك تبدا في تحقيق اهدافك او احلامك، او انك تبدا تعمل اي حاجه مفيده والسلام. لانه ببساطه التفكير الزياده هو بيجي ناتج عن الخوف من المستقبل. فانت لما بتعمل الاكشن بتاعك او لما بتبدا في الحاجه اللي انت نفسك تعملها، انت خدت خطوه في المجال بتاعك او انت خدت خطوه في الهدف بتاعك، فده هيقلل من عليك الاوفر ثينكينج، هيقلل من عليك التفكير، لان انت اوريدي خدت خطوه.
دوست ستيب في الحوار اللي انت عايز تعمله، او في الموضوع اللي انت خايف ما تبدا فيه، او في الموضوع اللي انت بتفكر كتير فيه ومش عارف تبدا فيه. فكون انك خدت خطوه، كون انك رحت ستيب بسيطه جدا للحوار ده، التفكير بتاعك هيقل. هو مش هيخلص بس هيقل جدا كمان. فانك تبدا في تحقيق اهدافك ده بيقلل عندك الاوفر ثينك. وبصراحه برضو حاجه ثانيه هتقلل من عليك التوتر او هتقلل من عليك الاوفر ثينكينج والتفكير الزياده، هو انك تقرب من ربنا. صلي، حاول انك تصلي، حاول انك تقرب من ربنا، حاول انك تقيم الليل او تصلي ركعتين بالليل. سبب ثاني من الاسباب اللي بتخلينا ما نبداش ان احنا نتعلم او ما نبداش ان احنا نحقق اهداف، احنا مستصعبين الهدف علينا، او مستصعبين الحاجه اللي احنا عايزين نعملها، او حاسينها مستحيله كمان. يعني حاسين ان الهدف بتاعنا او الناس اللي حققت الهدف بتاعنا دول ناس غير الناس او ناس من كوكب ثاني، وحاسين ان الهدف بتاعنا مستحيل ان احنا نعمله او مستحيل ان احنا نحققه. وده تفكير خاطئ. والله يا صديقي الناس اللي حققت الهدف اللي انت نفسك تحققه ده ناس بسيطه جدا وناس عاديه جدا، بل وكمان ممكن يكون انت احسن منهم. الموضوع ما فيه ان الناس دي التزمت بالهدف بتاعها، التزمت بالهدف بتاعها، بقت ملتزمه ان هي مثلا كل يوم هتحقق الهدف بتاعها، او كل يوم هتعمل خطوه يوصلها للهدف بتاعها، واشتغلت على نفسها كل يوم كل يوم كل يوم بخطوات بسيطه زي ما اتكلمنا في الموضوع ده، وبعد فتره حققت الهدف بتاعها. سبب ثاني وانا حاسس ان السبب ده مهم جدا والسبب ده اساسي في الموضوع ده، الصحاب بتاعتك او القعده اللي انت بتقعد معاها. القعده بتاثر جدا 90% او 95% بالنسبه لي من اي حد ناجح هي البيئه بتاعتك. البيئه بتاعتك يعني الناس المحيطه بيك او الناس اللي بتقعد معاك. انت حاول بقى تختار الناس اللي تقعد معاك ناس كويسه، ناس مفيده، ناس بتعمل حاجه حلوه او ناس نفسها تعمل حاجه حلوه، هتشجعوا بعض جدا في الحته دي. ما تقعدش مع الناس السلبيه، الناس اللي تقول لك يا عم هدف ايه، يا عم فكك، يا عم دي عايشين اليوم بيوم والجو ده. والله العظيم ما هيساعدوك خالص، بالعكس كتر قعدتك مع الناس دي بتقلل منك وبتخليك مثلا لو نفسك تعمل حاجه بعد ما بتقعد مع الناس دي انت بتنساها او انت بتقول استحاله ان انا اعملها. فانا عايز اقول لك انك فكك من الناس دي خالص، حاول انك تصاحب الناس الكويسه، الناس اللي بتحب الخير للناس. كتر قعدتك مع الناس اللي زي دي هتطور من نفسك، حتى لو ما بتعملش حاجه هتلاقي نفسك بتتطور، وهتلاقي نفسك في احساس حلو كده وان الدنيا جميله وان انا قادر ان انا اعمل حاجه وان انا قادر ان انا ابدا ان انا اتعلم حاجه. ناس بتديك كلام حلو على الاقل. تقريبا انا لميت لك معظم الاسباب اللي بتخلينا ما نبداش ان احنا نحقق اهدافنا واحلامنا. عايز انهي الفيديو بتاعنا ده بكولز من اجمل واقوى الكولز اللي انا بصراحه قريتها في حياتي. الكولز ده لواحد اسمه وارن بافن ولا بافيت، اسمه وارن بافن. وارن بافن ده تقريبا اقوى اقتصادي على مستوى العالم او اقوى واحد بتاع استثمار من المستثمرين على مستوى العالم. وضيف لمعلوماتك ان وارن بافن ده خد اغنى واحد في العالم سنه 2020 تقريبا، او ثالث اغنى واحد في العالم، انا مش متذكر تحديدا. المهم عمك وارن بافن في الكولز بتاعه قال ايه؟ The greatest investment you can make is in yourself. The greatest investment you can make is in yourself. ببساطه بيقول لك ان اعظم استثمار انت تقدر تعمله في حياتك انك تستثمر في نفسك، انك تطور من نفسك، انك تعمل حاجه مفيده لنفسك. بس انا كده خلصت، ويا رب يا صديقي بعد ما تسمع الفيديو ده تبدا في الحلم بتاعك زي ما قلت لك، تجيب ورقه وقلم وتبدا في الحلم بتاعك. ربنا يكرمك وبعد الفيديو ده تبدا انك تحقق اهدافك يا صاحبي، وربنا يكرمنا جميعا ان شاء الله. في اخر الفيديو thank you very much for watching and see you soon يا برو. باي.